وبذات المناسبة بإقليم أسزغاك احتفت عديد الهيئات المحلية بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة من خلال أمسية فنية بدعم من المجلس الإقليمي لأسزغاك والمجلس الجماعي. تفاصيل مع حمد محضار ومحمود الشراكي. تخليد السنة الجديدة بالتقويم الأمازيغي باحتفالية مميزة بمدينة أساين خرطت فيها عديد الهيئات المحلية التي أضفت طابعا خاصا على الأنشطة المخلدة لهذا الحدث. أنشطة استحضرت مجموعة من الطقوس التي تقترن بهذه الاحتفالية السنوية والتي يحرص أمازيغ المملكة على التمسك بها صونا لإرث أصيل. في مدينة أسزغاك اليوم واحد مجموعة ديال الجمعيات ضمن واحد السهرة برأس السنة الأمازيغية، وهذه السنة هذه عندها طابع خاص خصوصا وأنها أقرها الدستور المغربي وأقرها جلالة الملك اللي اعتبرها بأنها السنة ديال الأمازيغ وديال العرب وديال جميع سكان المغرب اللي هما مختلفين في الهويات ديالهم والثقافات ديالهم، وهذا احترام للثقافة الأمازيغية وكتكرس واحد الديمقراطية بين جميع المكونات ديال المجتمع المغربي. الليلة المباركة بمناسبة حلول السنة الأمازيغية، كنشكروا الناس اللي حاضرين في هذه المناسبة مع الجمعيات اللي احتفلوا بهذه السنة الأمازيغية، وكنشكر الحضور الكريم. كما كتشوف تبارك الله الجو كيداير هنايا واللوحه، كنشكروا سيدنا الله يطولنا في عمره، وكنشكروا كامل المغاربه اللي في وسط المغرب ولا خارج المغرب. البرنامج الاحتفالي ميزته فقرات فنية تنشيطية أحيتها فرق غنائية وأخرى فولكلورية تختص باللون الأمازيغي، حضرت خصيصا لتقاسم فرحة السنة الجديدة مع ساكنة مدينة أسا التي استمتعت بالعروض المقدمة. احتفلنا في هذه المناسبة اللي غالية عنا احنا أمازيغ، وفي نواحي واحة أسا قصر أسا وفرحانين، ومعنا بعض من الشعراء من تمنارت وبعض من الناس ديال تزونين حتى هما شاركوا معنا هذه الفرحة، والمغرب كلشي كنهنوا على هذا النهار المبارك. جينا نحيو السنة الأمازيغية اللي قال سيدنا الله ينصره بحال الأعياد ديال الدولة، وجينا نحيوها في هذه الليلة في إن شاء الله. جينا بالفرقة ديالنا وكنديروا الدرسة. الاحتفالية تخللتها فقرات تكريمية خاصة بها المنظمون عديد الفعاليات المحلية عرفانا بالجهود المبذولة لصون الهوية والذاكرة المشتركة التي تعبر عن غنى وتعدد الروافد الثقافية للمملكة.